Despite everything بيبدأ معانا بواحدة اسمها سارة، وبتكون رايحة اجتماع في شركتها، وبيوريها موظفينها تصميماتهم. وفي اللحظة دي بتوصلها رسالة من كلاوديا إن مامتهم ماتت، وبيروحوا الأربع إخوات العزا. وهناك بنشوف سارة وواحد اسمه أليخاندرو، وبيبتسم لها وبتسأل إخواتها مين اللي قاله، وبيقولوا ما هو من العيلة فأكيد هيجي، وبيكون عايز يسلم عليها لكن مش بتبصله. بعدها بيسألوا مين كل الناس دي، وبيقولوا يمكن ولاد عمها ولا حاجة. وبتيجي واحدة شكلها غريب وبتعزيهم، وبتقول إنها كانت ست جميلة وأبوهم بيعرفها، وبيقول لها امشي ما ينفعش تكوني هنا، فبتمشي. وبيقولوا احنا ازاي ما نعرفش اصحاب امنا كده. وبتسأل سارة كلاوديا فين جوزك، فبتقول في رحلة ومرضتش ازعجه. بعدها بيكون في 2 ستات بيتريقوا على صوفيا، فبتروح تدلق مشروب في شنطهم، وباباهم بيبدأ يركز في الموجودين وبيتعصب وبيدخل يجيب سكينة لكن بيوقفوه. وبعدين بيتأسف وبتروح سارة تخليه يستريح، وبيقول لها هستريح 5 دقايق بس، لكنه بينام قبل اساسا ما يخلص الجملة. وبيقوم ينادي على أليخاندرو، وبتسأله سارة ماله، فبيقول لها ان البرنامج بتاعه دلوقتي افتحيه. وبيقول لها مش كان اتجوزك، وبتتضايق وبتخرج. واول ما بتفتح الباب بتلاقيه في وشها، وبيحاول يتكلم معاها وبيكون اسلوبها مش لطيف خالص. وبيقول لها انت اللي سبتيني، فبترد انها استنته 2 شهر وما كلمهاش ولا بعت اي رساله. وبعدها بتطرده، وبيحيوها اخواتها، وبيروحوا الاخوات الاربعه عشان يقروا الوصيه. وبيقول لهم المحامي ان مامتهم اخدت وقت طويل عشان تكتب الوصيه دي، وانها عايزه ان نص ثروتها تروح لباباهم، والنص التاني بقى هي مسجله فيه فيديو هيحصل فيه ايه. وبيفرجهم المحامي عليه، وبيعيطوا اول ما بيشوفوه. وبتقول لهم في حاجه ليها علاقه بيكوا وما كنتش عارفه اجيبها لكم ازاي، بس بيدرو مش باباكوا الحقيقي، ولو مشيتوا ورا تعليماتي كل واحده فيكوا هتعرف مين باباها الحقيقي. وبيتصدموا، فبيوقف المحامي الفيديو شويه، وبيقول لهم بيدرو هو اللي رباكوا لكن مش الراجل اللي خلاكوا تتولدوا، وان بيدرو عقيم. وبيبدا صوتهم يعلى، وبتسكتهم ساره، وبتسال طيب استخدموا مثلا تلقيح صناعي، فبيقول المحامي لا، زمان ما كانش نافع وجربوه ما نفعش. وبيكونوا فاكرين ان على الاقل باباهم الحقيقي راجل واحد، ولكن بيقول المحامي لا، وان كل حد فيكو عنده اب مختلف، وانهم لازم يمشوا ورا التعليمات عشان يوصلوا للحقيقه. وبتقول لوسيا انها مش عايزه تعمل كده، وبيقولوا ان لازم كلهم يمشوا ورا التعليمات مع بعض عشان ياخدوا الورث. وبيدخل بيدرو يسالهم مامتكم فين، وبيحاولوا يهدوه، وبيروحوا مع بعض لاول مكان، وبيكون واحد اسمه بابلو، وبيتعرف عليهم كلهم، وبيتاسف انه ما عرفش عن نفسه في الجنازه. وبيقول ان مامتهم كانت بتمانع دايما انه يقابلهم، وبيجيب لهم حاجه يشربوها، وبيحكي لهم انه قابل مامتهم في متحف واعجب بيها ورسمها، وانهم كانوا بيقعدوا يتكلموا كتير وانه اصغر منها. وبيقولوا له انهم بيدوروا على ابهاتهم، وان مامتهم سايبه دليل عنده يساعدهم. وبيعرف على طول ان صوفيا كمان فنانه وبترسم زيه. وبيسالوا له كنت شاكك ان عندك بنت ليه ما كنتش بتسال عليها، وبيقول عشان مش بحب اربي اطفال، وبيضحك عليهم. وبيقول لهم انا ممكن ابقى ابوكوا كلكوا، او ممكن ما بقاش ابو ولا واحده، ومش بيرضى يعمل فحص حمض نووي عشان شايف ان كده بينزل من مستواه. وبيبداوا يتوتروا عشان عايزين يعرفوا. وبيقول لهم عندي فكره، وبيكون عايز يرسمهم لكن بيشتموه وبيمشوا. وبيكونوا قاعدين مع بعض، وبيسالوا كلاوديا عن جوزها تاني، وبتكذب انه برضه مسافر. وبعدها بيقرروا يتصلوا بالمحامي، وبيقولوا له انهم مش عايزين الورث، ولكن لوسيا بتقول ان احسن لو دوروا على ابهاتهم. وبيتفقوا تاني يكملوا تدوير. وبيروح أليخاندرو يزور ساره، وبتفتح له صوفيا وبتسيبهم لوحدهم. وبتقول له ساره ما كانش مفروض تيجي، وبيقول لها الورد عشان باباكي مش ليكي. وبتقول له ساره انها متضايقه انه بيجي، وبيقول باباها انت اللي سبتيه زمان وسبتي اهلك عشان تعيشي كمان في امريكا. وبتعيط وبتقول انا ما سبتش حد، انا كان عندي حلم كنت بحققه. وبيقول لها تعلمي بقى من اخطاء مامتك وما تسيبيش الناس اللي بتحبك. وبيشاور على أليخاندرو، وبترجع تفتكر ذكرياتها معاه وبتعيط. وبتكون لوسيا ماشيه في الشارع، وبتشوف صاحبه مامتها الغريبه، وبتسلم عليها، وبتقول ان هي ومامتها كانوا قريبين من بعض جدا. وبتسالها ليه بابا كان متضايق منك، فبترد عشان كان صعب عليه انه يعرف ان مامتك بتخونه مع ناس كتير. وبتسالها لوسيا تعرفي ايه عن الموضوع ده، فبترد انا محترمه وصيه مامتك ومفروض تعرفوا الحاجات دي بنفسكم. وبيسافروا الاربع اخوات مع بعض، وبيسالوا كلاوديا امتى اخر مره شفتي جوزك، فبتقول من 5 شهور. وبتبدا تطلع عيوبهم كلهم عشان ما يتريقوش عليها، ولكن برضو بيضحكوا عليها. وبيدخنوا مع بعض، وبيوصلوا مكان زي كنيسه، وهناك بيقابلوا راهب، وبيحكي لهم عن ذكرياته مع مامتهم. وبيحكي لهم ان مامتهم كانت معاه مره واحده بس، وبعدها بقى راهب. وبيقول لهم التاريخ، وبيكون اقرب تاريخ برضو لميلاد صوفيا. وبيقوم يسلم على بنته وبيحضنها وبيعيط، ولكن بيغمى عليها. وبتكلم صوفيا صاحبتها تتاسف لها على تصرفاتها معاها، وبتسالها لوسيا لو دلوقتي كويسه،
فبتقول انها ما كانتش متخيله ابدا ان باباها هيطلع راهب وهي بشخصيتها دي. وبيقولوا لها ان بابلو كان بيتكلم معاها اكتر واحده، ولو ممكن تروح تساعدهم عشان يجيبوا اي حاجه من عنده يعملوا بيها فحص الحمض النووي، وانهم محتاجين شعره بس او اي حاجه، لكنها مش بتوافق. وبيقنعوها انها لو عملت كده هيخلصوا من كل الحوارات دي بدري، فبتروح. وبيروحوا باقي الاخوات يقابلوا مهندس معماري، وده برضو اب محتمل لواحده فيهم، وبيكون متضايق وبيتعصب وبيسالوه ماله. فبيقول لهم انا بكدب عليكم، المكان ده مش بتاعي ولا حاجه، وانا مش مهندس، انا مجرد عامل صيانه، وانه خسر كل فلوسه في القمار. وبيقول الوحيده فيكم اللي بنتي هي اللي شايله اسم مامتي. وبيقول ان مامته كان اسمها كلاوديا، وبتفضل كلاوديا مصدومه ومش بترد. وبتقول ساره مكانها انا كلاوديا عشان بس ما يتكسفش، وبيحضنها. فبتمشي كلاوديا بسرعه، وبتكون صوفيا عند بابلو وبيرسمها، وبتحاول تاخد شعره منه لكن مش بتعرف. وبتقوله انا متوتره عشان حاسه ان ماما وحشتني، وبتطلب منه يحضنها. وبتشد شعره وبتقوله ان ده الخاتم، اسفه. وبتتفرج ساره على صور مامتها واليخاندرو. وبتيجي كلاوديا وبتعيط، وبتقول انها قريب هتكون مستعده انها تواجه باباها الحقيقي. وبتروح ساره ولوسيا يشوفوا نتيجه الفحص، وبيطلع ان بابلو ابو ساره. وبتروح تزوره وبتلاقيه مع صوفيا، فبتتضايق ساره منها وبتمشي. وبتخرج من المكان مصدومه، وبتشوف صوره لمسلسل اليخاندرو وبتعيط. وكلاوديا في بيتها بتعيط عشان جوزها سايبها مش مسافر ولا حاجه. ولوسيا بتعيط عشان ما تعرفش مين باباها. وبتكون ساره قاعده لوحدها، وبيجي اليخاندرو يقعد معاها، وبيقول لها انا دايما باجي هنا عشان المكان ده بيفكرني بيكي. وبيتكلم معاها في انها دايما هتفضل حب حياته، وانه اسف على كل حاجه، لكن برضه مش بترد. فبيقوم يمشي، وبتروح كلاوديا تزور باباها، وبيكون بينظف المكان. وبتقول له الحقيقه انا بنتك كلاوديا، وبتتاسف انها اتكسفت تقول له الحقيقه في وقتها. وبيقول لها انا فاهم ان مش انا الاب اللي كنتي بتتمنيه. وبتقول له بس انت الاب اللي انا محتاجاه دلوقتي، وبتحضنه. وبتكون لوسيا قاعده تعيط عند صاحبه مامتها، وبتحكي لها كل حاجه، وانها ما تعرفش مين باباها. فبتحاول صاحبه مامتها تواسيها، وبتقول لها كلمي اخواتك وتعالي نروح للمحامي عشان في حاجه مهمه محتاجه تحصل. وبيفتح الفيديو تاني، وبتكون بتنصح كل واحده فيهم تتعامل في حياتها ازاي. وبتقول للوسيا انها اسفه عشان ما كانتش مهتمه بيها ابدا. وبيخلص الفيديو وهي برضو ما تعرفش مين ابوها. وبعدها صاحبه مامتها بتقول انا ابوكي، وبتحكي او بيحكي انه كان راجل من 25 سنه، وبيحضنوا بعض. وبيتصل بيدرو بساره عشان تيجي تلحق اليخاندرو قبل ما يسافر، وبتجري عليه وبتقول له ما تمشيش، وبتطلب منه يسامحها وانها بتحبه. وبيتجوزوا في الاخر، وكل اخواتها وابهاتهم بيكونوا حاضرين. وبيتعرف بيدرو على ام اليخاندرو، وبتتاسف صوفيا لساره، وبتقول لهم كلاوديا انها اتطلقت. وبيخلص الفيلم وكلهم مبسوطين.